المشوار بتاع الجيم ده ساعات بيبقى صعب، وخصوصا لو انت مبتدئ ومش عارف تعمل ايه بالاوزان الحره وبالاجهزه. عشان كده النهارده انا جاي اقولك على اخطاء انت محتاج تتجنبها. اول حاجه، انت بتستخدم اجهزه بس وما بتستخدمش اوزان حره خالص. بص، هي الاجهزه حلوه مفيش كلام، بس برضو مع الاجهزه لازم ندخل تمرينه ولا تمرينتين كده بالاوزان الحره، عشان الاوزان الحره بتساعدك في القوه العضليه وزياده التوازن في عضلات جسمك. تاني غلطه وهي ان انت بتعمل تمارين عزل كتير. هو بتكلم عليك انت اللي بتقف في الجيم وبتعمل بال 16 مجموعه رفرفه جانبي. ايه يا عم، عايز تطير؟ تمارين العزل مهمه ولازم ندخلها في نظام التمرين بتاعنا، بس الاهم من كده التمارين المركبه زي السكوات والبنش والديد ليفت، لان التمارين دي هتخليك ان انت تقدر تشيل اوزان تقيله وتتدرج في الاوزان، ومع كده هي كمان بتمرن اكتر من عضله في نفس الوقت. وطبعا لما انت بتشيل اوزان كتير ده بيساعدك في زياده هرمون التستوستيرون 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 تستوستيرون التستوستيرون وده بيساعدك في زياده هرمون التستوستيرون، وده بيساعدك في زياده العضل. تالت حاجه، انت بتلعب باوزان خفيفه وعشان كده انت ما بتشوفش نتائج. بص، عشان العضلات تكبر في حاجه احنا لازم نعملها كل تمرين، وهو ان انت تحاول على قد ما تقدر ان انت تطور نفسك من اسبوع للتاني او من تمرينه للتانيه، وده من خلال ان انت يا اما تزيد وزن يا اما تزود عدات، عشان ده هيدي سبب لعضلاتك ان هي تكبر وتعرف تتكيف مع الحمل التدريبي الجديد اللي انت بتحطه على العضله. واخر حاجه معانا ان انت ما بتشربش ميه كفايه. قول لي كده، كم مره رحت الجيم وبتحاول تشيل الوزن اللي انت كنت شايله الاسبوع اللي فات وحاسس ان هو صعب جدا وانت مش قادر تشيله؟ عارف ده ليه؟ عشان انت ما بتشربش ميه كفايه. حاول ان انت تشرب من 2 ل 3 لتر كل يوم.